رحلتنا مع جلال الدين الرومي. بس زي ما احنا عارفين احنا انتهينا من كتاب المثنوي المعنوي بكل أجزائه. هتلاقوها عندكم في القناة عندي الست أجزاء الحمد لله. قريتهم وزي ما قلت لكم أثروا فيا جدا وغيروني بشكل كبير، فأنا قررت أن أدور على بقية الكتب بتاعته التانية وأشوف هي عبارة عن إيه وفيها إيه تاني، وهل أفكاره اتغيرت عن التصوف ولا هو وهل اتكلم عن حاجة تانية غير التصوف ولا لا. الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو اسمه رباعيات الرومي. هنشوف الكتاب ده بقى بيتكلم عن ايه وايه ملخص الفكرة. الكتاب ده كده بعد ما حاولت ان انا الخصه هو بيتكلم عن الحب بمعنى اصح. الرومي بيقولك ان الحب مش لعبة يعني بتلعب بقلب، لأ، الحب نار بتولع جواك لحد ما تحرقك وتطهرك. وطبعا الحب هنا هو مش يقصد بيه حبيب، ممكن ان انت تقصد بيه حبيب، لكن هو هنا بيتكلم في الحب الالهي. الحب الحقيقي مش للناس ولا للعشق الرخيص. طبعا يقصدنا بالعشق الرخيص اي حاجة تخالف شرع ومنهج ربنا، وهو لله. يعني هو الحب هنا لله، وكل حب في الدنيا ما هو الا مراية للحب الالهي. يعني حتى انت لو حبيت حد هتحبه برضو في الله، فهو مراية بمعنى أصح. بيقولك هنا الرباعيات بقى بتاعته. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل الكتب دي كانت بالفارسية واترجمت للغة العربية، واللي انا هقراه ده ممكن نقول ان هو رباعيات تمام هي بس بشكل مصري شوية بحيث ان كل الناس تعرفه. هو بيتكلم بيقولك مفيش نار زي نار الحب، ولا ورد زي ورد العشق، ولا شراب يمشي في العروق زي الشوق لمولاك. برضو هنا بيتكلم عن ربه مش بيتكلم عن العبد. والحكمة من الموضوع ده ان الحب الكبير بيخلي روحك حرة، واللي بيتعلق بالبشر بيتعب، وده مفيش مفر منه. اكيد كلنا اتعرضنا للموضوع ده وفي الاخر رجعنا لربنا واكتشفنا ان احنا ملناش غيره. ما ينفعش ان انا اعصي ربنا عشان اي حد في الدنيا نهائي. انما اللي حب ربنا يعني هيحس ان الناس هتحسده من كتر حبه وضميره الصاحي في كل حاجة بيعملها لربه. طب اتكلم برضو عن الموت. الرومي كان شايف ان الموت مش نهاية خالص، بيقولك ان الموت بداية حياة حقيقية. يعني هو كان بيقول ان اللي احنا عايشين في ده هو مجرد حلم، واحنا هنفوق منه على الحقيقة والجنة اللي كنا اصلا عايشين فيها من الاول. وبيقولك انا لما اموت محدش يعيط عليا، انا رايح للحبيب. وكمان من الرباعيات بتاعته بيقولك لما تسكت الدنيا عني ما تقولوش او ما تقولش راح، ده راح لحبه، خرج من الجسد التعبان وراح لعشق الله يوسف. يا سلام عليك. اللي خايف من الموت هو اللي مش فاهم معناه. الموت راحة للحبيب اللي قلوبهم متعلقة في ربهم ودايما مشغولين بيه. عن النفس والشهوات برضو اتكلم. الرومي دايما بيهاجم النفس اللي بتجري ورا شهواتها، ويقول ان النفس دي لو سبتها هتوديك في داهية. اللي يمشي ورا بطنه وجسمه هيفضل عبد ليهم. النفس بحر والهوى راح، والقلب مركب غلبان، لو سبت الدفة في ايد الهوى هتغرق قبل ما توصل للشط. يعني بيقولك امسك نفسك وافتكر دايما انك اكبر من شهواتك. اللي يعرف يهزم نفسه هو دايما بيكون مالك حقيقي.
أنا معاه طبعا جدا في النقطة دي لو احنا بنتكلم عن الشهوات اللي لا ترضي الله، لكن لو ترضي الله يبقى احنا كده ماشيين صح. ان انا عايشة في الدنيا زي ما انا قلت قبل كده عشان خاطر ان انا اسعى واحقق طموحي واحلامي المادية والنفسية والمعنوية، وفي نفس الوقت كلها تكون بترضي ربنا، يعني كلها تحت بند رضاء الله. ف جلال الدين دايما بيقول، يعني هو دايما شايف اني انا المفروض يعني ابعد عن اي شهوة اي حاجة. بس انا عمري ما قريت ان هو بيقولك يعني لازم ان الشهوة دي، يعني مثلا الشهوة دي تكون في حب الله. بس هو اكيد يقصد طبعا ان هي يكون في حب الله من الاخر، بس هي ما اتذكرتش بشكل صريح شوية، لان معظم الكتب كانت قصص، هو بيتكلم عن قصص بتربيك بمعنى اصح يعني. لكن لازم يعني الحياة فيها شهوات كتير، فهو بيقولك لازم تمنع نفسك من كل الشهوات دي. بس انا بقول ان الشهوات لو كانت يعني ترضي ربنا يبقى لازم اسعى لها واشتغل عشان خاطر اعرف اوصل، يعني اشتغل عليها عشان اعرف اوصل للشهوات دي وتكون تحت بند ان هي ترضي ربنا. واتكلم برضو عن الدنيا. الرومي كان شايف ان الدنيا لعبة، فبيقولك يعني بلاش تغرق في متاعبها ولا تحبها قوي، الدنيا زي سحابة وهتعدي. في الروايات بتاعته برضو بيقول ان الدنيا وردة شكلها حلو بس تحتها شوك يغرز، خد منها ريحة حلوة وامشي ما تبقاش عبر ترابها. برضو هو هنا بيقلل من الدنيا، وطبعا يعني دنيا فانية زي ما بيقولوا، فهو هنا كلامه صح والرباعيات بتاعته مظبوطة كده. والحكمة ان بيقولك عيش الدنيا بس بحساب، خد منها اللي يخدم اخرتك من الاخر وسيبك من اي حاجة تانية. بس برضو انا شايفة ان هو هنا بيقولك خد منها اللي يخدم اخرتك، يعني هو هنا يعني بيمشي شوية بيقولك يعني امشي بالشهوات اللي في الاخر اللي هتدخلك الجنة وتعملها في الحلال وتعملها في الصح. وطبعا الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده انا بتكلم فيه كل الشهوات، سواء فلوس، سواء زوج او زوجة، سواء ذرية، سواء صديق، سواء حب، سواء اي حاجة ترضي ربنا. هنتكلم عن التوبة. الرومي حنون قوي على يعني ايه تائبين، يعني هو حنون جدا عليهم. بيقولك ربنا دايما فاتح بابه مهما كنت غرقان، لو رجعت يعني هيغفر لك. في واحدة من أجمل الرباعيات بتاعته اللي حبيتها جدا على فكرة، بيقولك لو غلطت 1000 مرة ما تقولش مفيش رجوع، باب حبيبي دايما مفتوح والعفو عادة عند الحبيب. يعني مهما كنت كفاية تنهض وقول يا رب، هتلاقيه دايما فاتح لك بابه وكمان هيتقبل. بيتكلم برضو عن حرية الروح. بيتكلم عن حرية الروح. الرومي طول الوقت بيحسسك ان الروح دي طائر مسجون جوه الجسد، بيقول ان سيب الجسد بقى وغدي روحك، اللي عايش بالاكل والنوم ده نايم. وفي رباعية ليه بتقول في السجن دايرين نعيط ونفتكر ان ده الجنة، يا روح افتحي جناحاتك واطير للسماء بتاعتك. الحكمة ان الجسد سجن والحرية حقيقة. يوم ما تحب ربك اكتر من كل حاجة هتلاقي كل حاجة بتجيلك. طيب رأيي بقى في الكتاب كله، انا شايفة يعني ان رباعيات الرومي زي اغاني قصيرة فيها معاني تقيلة، كل 4 سطور منهم ممكن تغير مودك خالص او تفوقك من الغفلة اللي انت عايش فيها. ميزة الكتاب ده مفيش حكايات طويلة فيه ولا حوار طويل، كله ضربات بيتكلم فيها بشكل كده بيضربك في قلبك، في ضميرك، في عقلك، في روحك، ضربات شعرية كده رقيقة جدا وسريعة في نفس الوقت. يعني تقرأ 3 رباعيات الصبح تحس انك اتوضيت من جواك.
خلاصة الكتاب يعني بتتكون من 6 جمل كده بسيطة. حب الله هو أصل كل حاجة، الموت بداية مش نهاية، الدنيا فانية ما تتعلقش بيها خالص، الشهوات سجن واللي يهرب منها بيبقى إنسان حر، باب ربنا دايما مفتوح مهما غلط، الروح طير ما تسيبهاش تنام في قفص الجسد. وده كان بالنسبة لي، بصوا أنا بحب دايما أقرأ الكتب كده الصبح بدري قوي بعد الفجر كده، والفجر بيشقشق إحساسي وأنا بقرأ الكتب بتاعته يعني في الجو ده اللي أنا عاملاه لنفسي ده، بتغير حاجة جوايا غريبة جدا، بالذات بقى وانا ببص للسماء وبقرأ الكتب بتاعته، بحس احساس غريب. اتمنى ان انتوا تجربوه وانتوا قولولي احساسكم بيبقى عامل ايه وانتوا شايفين فجر بيشقشق وبتتعبدوا وبتقروا ازاي يعني تقربوا من ربنا اكتر، وتقروا كلام جميل جدا بيقولك ازاي تحب ربنا. فاللحظات اللي انا بقرأ فيها كتاب بتاعه بتبقى وقت سكوت، يعني ما بتسمعش فيه غير نفسك وروحك وعقلك وضميرك، وكأنك شايف ربك بالظبط. فالوقت ده بيبقى جميل جدا ان انت تقرأ فيه كتب إلهية، يعني كتب بتتكلم عن الحب الإلهي، فبتحس ان انت بتبقى في حتة تانية خالص. فالكتاب ده كنت حاسة ان هو جميل، يعني عايزة اقولكم حتى عايزة اقراه تاني، يعني رباعيات دي عايزة اقراها تاني من كتر جمالها ولذاذتها كده واحساسها والجو الشاعري اللي انا ببقى بقرأ فيه الكتاب مع ربنا لوحدي، يعني واقعد اكلمه بعد الكتاب. فالكتاب بالنسبة لي كان قريته الكتاب ده بالذات، يعني اكتر من التانيين. الكتاب ده بالذات انا قريته في وقت كان جميل جدا. يعني اتمنى انتوا تقروه، حتى يعني تجربوا كده تقروا اي كتاب في ديني يعني بيتكلم عن ربنا في الوقت ده بعد صلاة الفجر. بجد بجد هتحسوا احساس تاني خالص. ودي كانت نهاية الكتاب. بحبكم جدا والله بجد، يعني بحبكم جدا وبحب كل تعليقاتكم الجميلة. وانا اسفة ان اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت، لكن والله يعني كنت بقرأ كتب كتير فمعرفتش ان انا اعمل اي تلخيص لاي كتاب خالص. كمان بعتذر لكم على الصوت، كان فيه كده في الاخر فيه صوت كده بره، بعتذر لكم عليه جدا. فاتمنى تعليقاتكم بقى اللذيذة اللطيفة اللي بتعلقوا لي بيها، وانتظروا بقى بقية الرباعيات، لإما ان شاء الله هنشوف كتاب ليه تاني وهحاول برضو ان انا اقرأه والخصه لكم. مستنية تعليقاتكم، شكرا لكم.